يوم كام؟ 18 مارس 2014. درويش ومرتضى، درويش رئيس النادي دلوقتي، ينقذان ارض 6 اكتوبر. لا فكرت ان انا بكبر درويش ولا بعلي درويش. ارض 6 اكتوبر اللي انت ضيعتها انت والولد بتاعك اللي سارق اراضي مصر. ممنوع اهو يا ممدوح يا عباس، لو راجل يعمل ضد بلاغ. انت سارق 22 فدان من ارض الشباب في القطاميه، انت سارقهم، انت سارق مصر. لو راجل اعمل ضد بلاغ، لو راجل. لكن انت ضربته اللي ضربه بالعصايه في الاجتماع على مؤخرته وقال له اطلع بره يا معفن. ده مش انا، اسالوا كريم حسن شحاته هو اللي حكى، واسالوا ممدوح عباس لما عمل مداخله قال ايه؟ فاخذ ممدوح قال له ده مريض نفسيا. انا قاعد واحد مريض نفسيا، هو انت جاي تطلع مرضك على امنا؟ تطلع عقدك على امنا يا اخي؟ ما اهلك يروحوا يعالجوك في اي مستشفى، مش هتنجح. مش معناه ان انا هنجح، في ناس ثانيه، في كمال درويش، في اشرف السكري، الناس دول كتير. انا قال لي يا كمال درويش كرئيس نادي مرتين، ومره بالتعيين ومره بالتعيين. اشرف السكري راجل مؤدب ومحترم. انت مين؟ انت قضيتك كان اختك تعينها. قول لي كده عايز اسمعك، انت مين؟ تاريخك ايه؟ هات لي برنامج يستضيفك وانت بره نادي الزمالك. افكرك يوم ما رحنا لوزير الداخليه انا ومستشار جلال ابراهيم والمرحوم محمود عبد الله. مستشار جلال موجود. كان ماتش اهلي والزمالك، اسف ماتش الزمالك مع المقاولين، اتلعب في المقاولين. جه الاهلي قال له لا هيتلعب في الاستاد. فرحت انا والاستاذ المستشار جلال كرئيس النادي وعضو مجلس الاداره، والله يرحمه محمود عبد الله. دخلنا لوزير الداخليه كان ايام حسن النقفي. انت حاقد تقدر؟ طب قول لي اسم مأمور اسم العجوزه ايه؟ والله ما يقابلك، والله ما يقابلك. نادي الزمالك كبير قوي قوي. ده هو مقامه اكبر رئيس نادي الزمالك، مقامه اكبر من رئيس الجمهوريه يا اخي. ايه؟ رحنا فقالوا لنا ده في واحد تحت عايز يدخل والامن منع. مين اللي تحت ده؟ قالوا ده واحد اسمه مش عارف حطوط جاسر ولا رؤوف جاسر. منعهم الدخول من شهر واحد فقط. اسالوا كمال درويش لما قالوا وايه والماتش بتاع الاهلي والمقاولين اتنقل من الاستاد، راح المقاولين العرب ونزل على الشريط كده على جماهير النادي الاهلي التوجه الان من استاد القاهره الى نادي المقاولين. عملت انت ايه؟ انت من سنه 90 يا ابني موجود. جايب عيل عبيط اسمه محمد عبد الله، ده سنه ام سوده هو ودريه شرف الدين. ده هو ودريه شرف الدين سنتهم سوده. وحياه امك يا محمد يا عبد الله بعد ما قلت قلبك عليا في النادي يبقى روح التلفزيون. جت اللي انت محلقه بشعر احمر يالا. طب عليا لون شعرك يهبل. عليا انا وفرحان اتكلم عن مرتضى منصور في نادي الزمالك وفاكر الناس هيفرحوا بيك. لا الناس قرفانين منك، لان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والقادم ان شاء الله. ان شاء الله.